السلام عليكم، مرحبا بكم بعد الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى. اليوم جيتكم ما جيت بيديا فرغ، جيت جبت واحد تدبيرة ولا عفسة ولا ما على باليش انا ولا سحر. بالنسبة لينا احنا نسا في الكوزينة. هذا الفيديو اللي كنت يا حبيبتي ولا اختي ولا صاحبتي ولا ميمتي اللي كي تشوفي فيا، عطيت لك الحل تاع الطابليه تاع الكوزينه اللي دائما معذبتنا في الكوزينه. احنا النساء محال تخدمي في الكوزينه بلا طابليه، معناتها الا ما كانش طابليه الكسوه تاعنا حتتمرمد وما تبقاش كامل نقيه، وسورتو الزيت الا تمرمدت بالغسيل معناتها حتابي مالك كسوتك. هنا شوفوا كيف كانت الطابليه وكيف خرجت لي في بدايه الفيديو. نقيت طابليتي وطابليه ميمتي بنفس الطريقه. ميمتي من بعد ما خرجت ورجعت انخلعت في النتيجه، قالت لي هذه الطابليه تاعي اللي كانت عندي في الكوزينه. قلت لها هذه هي طابليتك. قالت لي تحسبي شريتيها هذا وين جبتيها من الحانوت. النتيجه روعه خياتي، في ثواني ماشي في دقيقه، في ثواني هذه الطابليه تاع ميمتي. وشوفوا كيف كانت وكيف رجعت، نتيجه مبهره. سورتو حنا النساء قلت لكم الطابليات معناتها كي تكون تخدمي بها نهار العشيه ولا غدوه من ذاك تصيبيها تسبكت بالخف. ومزيه كاين هذو الطابليات اللي راهم يعاونونا بكسوتنا ما تتوسخش وما تتمرمدش، كون مشي هما كون كسوتنا راهي في خبر. كان هنا نرتاحك من فورس اكسبريس لا كان عندك ولا اي ديغريسون عندك، معناتها ماشي شرط هذا الفورس اكسبريس على النشاف وهي ناشفه. انا درتها في البوطاجي هكا فوق بلون طرافاي هكا باش تشوفوها مليح. هنا وهي ناشفه تقبلي داك فورس اكسبريس تاعك وترشي به كامل. هنا زدت جربتها لكم على طابليه الا كانت عندك بغيتي تنقيها طابليه تاع قماش تاع كتان. هذو هما زوج اللي كانوا مسخين عندي، بغيتكم تشوفوا النتيجه تاعهم تاعها كيفاه. هنا صافي الا كانت تاع جلد ولا تاع كتان تقدري حبيبتي تنظفيهم بنفس الطريقه وتخرج النتيجه بزاف هايله بلا ما تعبي. هنا زدت البينغو هذا الغسيل تاع الاواني، هو ولا اي غسول اخر تاع اواني، معناتها ماشي شرط هذا، بصح هذا بزاف هاي خياتي. انا ننصحكم به، انا نشري هذا خطره برك في الشهر ان شاء الله يقعد هكا ثقيل ويرغوي بزاف. انا عندي واحد برك في الشهر، كل شهر نشري واحد يدير 29,000 ولا 28,000. هاي ان شاء الله ما يخربوش فيه. كما تعرفوا حنايا عندنا اي برودوي يدخل عندنا يكون بزاف هاي اللي يشكروا كامل، بعد بالوقت تروح لا كاليتي تاعو ويرجعوا يخربوا فيه ما يرجعش مليح. ان شاء الله يقعد كيما راه هكا ما يخربوش فيه. هنا كيما شفتوا درت هذاك الليكيد تاعي وحكيت وحك، معناتها ماشي تاع جهد، معناتها غير شويه شويه. خاطرش تعرفوا هذا فورس اكسبريس يخرج الليدان صافي، هو اللي راح يسلكنا في هذا الطابليه خياتي. وحكه خفيفه وانت خرجتي الطابليه تاعك، والله صدقوني لا جهد لا تعب، والنتيجه بزاف هايله. حنا خطرات كي يشوفوا الطراشين ولا ما الطراشين تقدروا تستعملوهم مادام درناها في طابليه تاع كتان عادي، معناتها الطرشونه حتخرج فاني النتيجه راح تكون مليحه. احنا خطرات نديروهم في الماء سخون وذاك الكريستو نديرو الجافيل وحالتنا حاله والماء سخون ديفوا تخليهم يباتوا كامل حتى الصباح باه ترغويهم. هنا هذه ثمثم ما تخليها في باسينه، ما تقعد ديك الباسينه تدور لك على قلبك وخطرات تقعدي تنسيها وتتهاوني عليها حتى تصيبيها خطرات تفوت 3 ايام ولا 4 ايام باه تروحي ترفديها من هذاك الماء. هنا غير تغسلي مع عينك ويكون قلبك سخون الدم فيك سخون 5 فم رشي عليها فورس اكسبريس شويه ايزي، حكيها شويه وشليها وشوفوا لي هذاك الماء وهذاك السبك اللي يخرج منها وليدة. انا خليتها هكاك بزاف، طولت هذه الطابليه باه نوريكم النتيجه كيف افون اي ابري باه تقتنعوا كيما اقتنعت انايا. اني صدت لكم الحل. ما تنسايش تي حبيبتي ولا خيتي ولا صاحبتي ولا ميمتي ولا اي وحده كي تشاهدي فيا، ما تنسايش دعوه الخيريه الاولى وما تنسايش داك الكومونتير الا جربتيها. لا كي قاعده في الكوزينه طيبتي قهيوه ولا مبسه ولا راكي طيبتي فطورك، ديري ديك الطابليه تاعك على هواك ثمثم بنفس الطريقه وادعي لي بدعوه الخير. ما تنسيش الكومونتير وتقولي لي في الكومونتير باللي راني غسلتها ويعطيك الصحه وربي يشد لك في ميمتك ويعطيك ذريه صالحه ان شاء الله يا رب العالمين. شوف كيف خرجت والتشلال راه قدامكم، وشوفوا الماء اللي خرج منها شللتها وعاودت، شوفوا النتيجه تاعها من بعد ما نشفت. ها كي شغل شريتها، كي شغل هذا من جبتها من الحانوت. قلت لكم بزاف نتيجه عجبتني ماغري موالف نغسلها ونفحفحها، بصح اول مره نقتنع بطابليتي مفحفحه ونقيه بهذه الطريقه. جربوها
وردوا لي بالخبر ان شاء الله. سكتو راه جاي لنا سيدنا رمضان كما تعرفوا، حنا نظلوا في الكوزينه وبلا مورا خوه معناتها الطابليات راح تظل الطابليه فوق عنقنا ونجرو بهم. صافي هنايا السبك فيها هاني جبتها لك. كل يوم تغسلي طابليتك بكل سهوله بلا ما تعجزي عليها وتفحفحيها. هنا كانت الطابليه تاع ميمتي كما قلت لكم، رحت غسلتها لها، واللي ما عرفتهاش وما عقلتهاش شوفوا كيفاه كانت وشوفوا لي كيفاه ترجع. شوفوا لي داك الليدام يروح بكل سهوله. شوفوا كي قدامكم كيفاه راه يخرج في الارض. هنايا في الكاغلاج راه باين. نعصرها ونعاود نشللها. شللتها ثاني قدامكم، ونعاود نقيس داك الماء ونعاود نشللها قدامكم، والنتيجه خرجت ولا اروع. ما شاء الله. يا تعجبكم ذي التدبيره وتجربوها، وكيما قلت لكم ما تنساونيش وما تبخلونيش، وابونوا للقناه راكم حتسيبوا فيها كل جديد من تدابير وتجميل ووصفات للشعر للوجه، روتينات حلويات. هذه هي القناه تاعي حبيباتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر، مع السلامه.